حصل القطار وقف في المحطة. فهمت؟ هي البنت وأمها نزلوا ياخدوا أغراض من الكشك، وأنا واقف على الجنب بدخن كنت. فهمت؟ القطار اتحرك، أنا طلعت في القطر شوية أشوف البنت وأمها جايين. سحبت البنت طلعتها فوق. الأم يوم جاي ماشية العجل لف عليها وسحبت، تقول لي يا ابني يا ابني، وهو نزلت معاها أنا تحت، سحبت راسها من عند القضيب، والحمد لله انها جات على رجلها وجات على يدها. ده كل اللي حصل. انت ما ترددتش لحظه ان انت مثلا تضحي بحياتك من؟ لا، ربنا دي شيء من الله، ما في. انت كنت تعرفها ولا دي حدا؟ ما بعرفها ولا لي علاقة بها ولا، بس هي قاعدة تقول لي يا ابني. فهمت؟ ده الشيء اللي خلاني جاني دافع عشان امشي انقذها. بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد كده يهو سحبت راسها، جاء على يدي انا ويدها هي، وفي الاخر رجلها. قعدنا مطروحين في مكاننا لحد ما جا الاسعاف وجينا المستشفى، والكل محسبة انها هي امي، بس انا اتمنى هي تكون امي، ولو حتى ما امي انا حسوي معاها اكتر من كده. طب احمد، انت ايه يعني، انت كنت جاي من مكان رايح اسوان ولا ايه اللي يعني كان؟ انا جاي من القاهرة رايح اسوان. انا ما بطل الشي ده جوانا نحن. فهمت؟ وده الشي من ربنا اراده. هي مواقف زي كده ده مكتوب ومقدر من رب العالمين. انا الشي اللي سويته مبسوط منه، لان لو كان سبت المرة دي ما انغصتها ما حكون مرتاح طول عمري. انا سويت الشي اللي انا انبسطت فيه، وتمنيت كان اقدر اسوي اكتر من كده، بس الحمد لله انه طلعت راسها من عند القضيب اللي جا عليه العجل ده، وجات على ايادينا الحمد لله يعني. مرتاح ومبسوط الحمد ولما لله. نزلت القطر اتحرك ولا ايوه القطر اتحرك. خدتها في النص مم. من غير ما تعرفها ولا؟ ولا شيء، ما ولا حتى ما في سابق معرفة بيناتهم، ما اعرف. طب بس هي